السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض كيكتنا المميزة، كيكة التفاح. من أطيب وأحب الكيكات اللي بحب دايما أعملها. ريحتها بتعبي البيت، تحفة لما تكون مخلوطة معها قرفة ولا أروع. شايفين كيف شكلها، كيف قوامها؟ نبدأ بسم الله. بداية بحتاج من 3 ل 4 حبات تفاح، بقشرهم بقطعهم بهذا المقاس تقريبا بحجم عقلة الأصبع. بدي أضيف لهم 4 معالق طحين كبار، 5 معالق سكر بني، ومعلقتين قرفة. السكر البني إن ما توفرش ممكن تستعملي سكر أبيض تخلطيه بدبس تمر أو دبس قصب، وإن ما توفرش نهائيا بتضيفي سكر أبيض لحاله. بخلطهم بتركهم على جنب. نيجي لمقادير الكيكة نفسها. بدي كوبين طحين منخول، أنا هنا منخلاه مرتين. بدي كوب ونص سكر، 5 معالق كبار لبن، 4 بيضات أو 3 إذا كان حجمهم كبير. بدي معلقتين كبار بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ونص كوب زيت، معلقة صغيرة فانيلا. بداية بضيف البيكنج باودر على الطحين والبيكنج صودا، يعني النواشف مع بعض. بخلطهم وبدي أنخلهم كمان مرة. هيك بكون نخلتهم 3 مرات، فدخلت الهواء في الطحين وطلعت حتطلع الكيك أروع. تمام هيك. الآن بدي أخفق البيض. بضيف البيض، بضيف له معلقة صغيرة فانيلا وبخفقهم. بضيف الزيت بالتدريج، وبضيف السكر كمان بالتدريج. بضل أخفق. الآن بدي أضيف اللبن وأضل أخفق. لاحظوا بهذه المرحلة بدي أستعمل الويسك اليدوية. بصير أضيف الطحين شوية شوية بالتدريج وأستعمل هذه القطعة. هيك قوامها. الآن القالب دهناه بزبدة ورشاه طحين. كيف بدي أعمل؟ بدي أصب جزء من خليط الكيك وأضيف قطعة تفاح، أوزعها بشكل منيح. بدي أعمل طبقات، يعني بدها تكون طبقة من خليط الكيك وطبقة من قطعة تفاح، وبكرر العملية 3 مرات 4 مرات زي ما بتحبي. بدخلها الفرن على درجة حرارة 160 أو 170، تاخد تقريبا من 40 ل 45 دقيقة. هاي بعد ما طلعتها شايفين بدخل نكاشة الأسنان تطلع نظيفة. هيك بتكون الكيكة تمام. بدي أقلبها. روعة، بنصحكم تجربوها. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.